إذا أردت تخزين البيانات بشكل منظم، تعلم ديكشنريز في بايثون. السلام عليكم الأصدقاء، ومرحبا بكم في الحلقة جديدة من سلسلة تعلم بايثون. فهذا الدرس غادي نتعلم واحدة من أقوى الطرق لتخزين البيانات في بايثون، القواميس الديكشنريز. شنو هي ديكشنري؟ هي متغير ثم تخزين فيه معلومات على شكل مفتاح فيه قيمة. مثال: عندك اسم الشخص هو المفتاح، والمعلومة الخاصة هي القيمة. لتوضيح الفكرة، مثال بسيط: بيرسون يساوي بين علامة كري براسس نضع. الاسم خالد. العمر 25. المدينة الدار البيضاء. برنت بيرسون. كيفاش نظهر قيمة معينة؟ مثال عملي: برنت بيرسون سكوير براكتس الاسم. برنت بيرسون سكوير براكتس العمر. كيفاش نبدل قيمة؟ بيرسون العمر يساوي 26. نضف مفتاح جديد. بيرسون الهواية يساوي البرمجة. نحذف مفتاح. بيرسون. ندوز على القاموس. فوركين بيرسون. برنت كي بيرسون بين علامة سكوير براكتس كي. خلاصة الدرس: ديكشنري تضع فيها بيانات فيها مفتاح وقيمة. كيف تستعمل القاموس؟ نقدر نطبع، نبدل، نضيف، إزالة عنصر. مفيدة أكثر في تنظيم المعلومات. فالحلقة المقبلة إن شاء الله غادي ندخل لعالم الشروط المتقدمة ونتعرف على العمليات المنطقية. or now. إذا استفدت، لايك بسيط كافي لكي يصل الفيديو إلى أشخاص آخرين. فالحلقة المقبلة إن شاء الله. سلام.